السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة حلويات وملاحات. في فيديو اليوم فغادي نشوف مع بعض طريقة عمل حرشة مغربية تقليدية. غادي نوريها لكم كيف معلماتنا ماما نصوبوا وحنا مازالين صغارين. كتجي هائلة جدا، روعة في المذاق وجدا سهلة واقتصادية وما كتاخذناش وقت بزاف. ولكن قبل بغيت فقط نقول كلمة شكر في حق الاخت عليا من قناة مطبخ عليا. كنشكرك بزاف وكنقولك الله يخطيك عليا وشكرا على دعمكم ومساندتك ليا، وكنتمنى من الاخوات انهم يزوروا قناتك ويدعموك ويساندوك ويشتركوا فيها. بصراحه عندها قناه روعه. فنمروا الان المقادير. فعندي هنايا 2 كيسان كبارين ديال السميده، يعني ما يعادل 300 غرام تقريبا، مع كاس ديال الماء، معلقه صغيره ديال الملح، و2 معالق صغارين ديال السكر، وربع كاس ديال الزيت المائده، وربع معلقه صغيره ديال الخماره. هنايا خديت مقله صغيره فين غادي نصوب هاد الحرشه، غادي ندهنها بالزيت. هنايا الا كنتو غادي تستعملوا مقله كبر فغادي تضاعفوا المقادير. غادي ندهنها مزيان بالزيت وغادي نرشها بالسميده ونحاول نوزع داك السميده على المقله كامله، يعني حتى الجناب ديالها، وكنزول داك الفائض وكنديرها كتسخن على نار متوسطه. فخديت هنايا السميده وزدت عليها السكر مع الملحه مع الخماره وكنحركهم مزيان. وعلى فكره هنايا الكاس باش عبرت السميده هو باش عبرت الماء، يعني درت 2 كيسان ديال السميده في كاس ديال الماء مع 4 كاس ديال الزيت، دائما نفس الكاس هو باش عبرت. فغادي نبسبس مزيان داك السميده بالزيت حتى كتشرب لي. من بعد كنجمعها بكاس ديال الماء. هنايا ما كنعجناش كيف ما كتلاحظوا، راني غير تنخلط فيها صافي كتخلط لي مباشره تنوضعها في المقله اللي كنت دايرها كتسخن. صافي كنبدا كنبسطها بيديا على هذا الشكل هذا. غادي نقرصوها هكا واحد شويه ونقادو لها الوجه ديالها. فصراحه كتجي هاد الحرشه هذه رائعه وكتجي هشيشه بزاف وما تاخذناش نهائيا الوقت. فمن بعد ما سرحتها هكا وقرصتها مزيان كناخذ واحد المعلقه وبالظهر ديالها كنبدا كنملسها شي شويه باش كتزول داك لي طراس ديال الاصابع، ونيت بظهر المعلقه عاوتاني كنبدا بحال كنكحزها على الجناب ديال المقله باش كتجيني مقاده كيف ما كتلاحظوا في الفيديو تيشرح اكثر. فهنايا باينه العمليه كيفاش. فصافي غادي نخليها حتى طيب لي. من بعد غادي ندير السميده، نسيت. من بعد كندير السميده ومن بعد صافي كنخليوها حتى كطيب من الجهه وكنقلبوها على الجهه الاخرى. فانايا من بعد ما طابت لي وحسيت بها طابت كنقلبها، وفي المقله كنعاود ندير فيها شويش ديال الزيت كنوزعو وكنرجع الحرشه ديالي باش تكمل لي الطياب من الجهه الاخرى. والعافيه خاصها تكون متوسطه، ما نديروش العافيه مجهده سينو غادي تحرق لنا ومن الداخل غادي تبقى خضره. فصافي مره كنبقى كندور فيها باش كلها كتاخذ لي لون واحد. ومن بعد ما حسيت بها طابت لي فصافي كنقلبها وكنقدمها بالف صحه وهنا. كيف ما شفتم كتاخذ لناش وقت بزاف. فهنايا بغيت نشارك معكم واحد الحيله صغيره، بحال كيف ما شفتوا انا تحرقات لي شي شويه ولا تحمرات بزايد، فكناخذ واحد السكين وهي مازال سخونه كيف ما كنزولها كنبدا كنكرط فيها فكتزولنا داك الطبقه ديال السميده اللي محروقه. فهذه غير داك السميده اللي كانت لاصقه في المقله فهي اللي تتحرق لنا. فكادي واحد الحيله بسيطه كنديرها انا شي مرات الا تحرقات لي الحرشه وكنزولها بالموس هكا كنكرطها شويه. من بعد كنمسحها بشي منديل اولا بشي بابيل ولا بشي بابي عفوا صافي وكنقدموها بالف صحه وهنا. وهنايا غادي نقطعها معكم باش تشوفوها من الداخل كيفاش كتجي هشيشه بزاف، كتجي رائعه وكتجينا طايبه فكتجي غزاله. وانا صراحه انا الحرشه هذه يعني معتمدها من زمان ملي كنت صغيره وانا كنصوبها فكتجي هائله، وغير جربوها ما غاديش تندموا عليها. وصافي هذه اللي كانت هكا كنت وصفتي لكم النهار اليوم. حريشه هشه سهله مهله اقتصاديه كتجي رائعه جدا. فإلا عجبكم الفيديو ديالي وعجبتكم الوصفه ديال هذا النهار ما تنساوش تخليو لي جيم، تشتركوا بالقناه باش توصلوا دائما بجديد الوصفات، وتبارطاجيو الفيديو مع اصدقائكم. وما تنساونيش من تعليقاتكم الجميله اللي كتفرحني وكتزيد تشجعني وكتزيد تدعمني باش نزيد نعطي الاكثر والاكثر والاكثر. فشكرا لكم بزاف على حسن المتابعه ونشوفكم في فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله.